قالت بالسودان ما فيها حاجة، ما فيها حاجة، طالوا راجعين طالوا راجعين. يرجع في كيلوري شاهد الله، مرة سمينة كده عاملة زي الجركس. صلبك فوق عامل زي كرسي الحلاقين. خلاص فطرتوا دارين تقتلوا عيال الناس، مش عشان الناس تيجي راجعة وعيال المساكين يستنفروا ويموتوا، صح؟ انت ولدك اللي اسمه وائل لما تجيبيه وخليه يقعد في الصفوف الاماميه مع الرجال، ولا ما راجل؟ ولا عنده دوره؟ ولا حامل؟ جيبيه وخليه يحارب مع الرجال. ما في زول تاني يا اختي اقسم بالله العظيم بمشي بيشيل ولده وادخله في التحلقه. لا 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 لا، بيع لغه ده تاني ما في يا اخوي، هنا كلنا حفظنا اللغه ده. الناس دي كت ممخاخها اتفتحت. باقي بس اننا باقي ناس كده في دارفور ان شاء الله بس يفهموا انه الحاصل ده قاعدين يشيلوا عيالهم ويمشوا يرموا بالتهلكه براو عشان خاطر شويه دولارات ولا عشان خاطر شويه حاجات كده. فيا بنتنا انتوا خلاص فصلتوا السودان ولا شنو؟ يعني هنا ما عارفين لما جايبيني وجاي تغني خلاص اغنيه النصر. اغنيه النصر شنو انت عملتوا شنو للسودان عشان تمشوا تنتصروا ولا عشان تمشوا تغنوا؟ انجازكم شنو هسه حاليا من الحرب دي ما بدت؟ عليك الله خجلوا يا اخي، خجلوا يا اخي، خجلوا الله اكبر عليكم، خجلوا يا اخي.